بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في مطبخ أماني جلال الكيتشن. أنا جيت النهاردة، أنا لسه داخلة من بره، لقيت الحاج جايب بسارية من الفريزر، احنا منضفينها وبنشيلها أكياس. لقيته مطلع كيس بسارية ومطلع ومقطع بطاطس وبصل، فأنا مش عارف هو عامل إيه. بس إيه أنت دلوقتي عامل إيه يا حاج علاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله انا قلت ليه بقى انت جيت لقيتك عامل كارثة يا حاج علاء. اسيب المطبخ للحاج على النهارده، فقلت بقى انا اخترع. ايوه ان شاء الله تعالى ناوي اعمل صينيه بساريه بالبطاطس. ودي هتطلع حلوه يا حاج علاء. والله ربنا يسهل، يا افتكاسات فربنا يسهل يعني ان شاء الله تطلع تعالى معانا. بس بقى عايزاك تقول لي ايه اللي انت حطيته في هنا دي بطاطس في البطاطس متقطعة التتبيله. طرنشات، ومعاها بصل متقطع شرايح. هل البطاطس دي مقطعها طرنشات ايه شكلها؟ طرنشات تقول رفيعة لي زي ما انتم شايفين كده. رفيعه. ورينا كده، ورينا حاجه. ايوه شايفين. وبصل متقطع شرايح اه اهو. وبعدين بقى عملنا تتبيله للبساريه وللبطاطس من نفس تتبيله واحده. من نفس تتبيله واحده، فلفل احمر وتوم وكمون وكزبره وملح. وبتخدي بقى من التتبيله دي تحط منها البطاطس زي ما انتم شايفين كده. شكلها جميله على فكره والله يا حاج علاء. بطاطس متبوله كده. طب انا اخرج كل يوم بعد كده يا حاج علاء واجي الاقيك نقعد بقى لها ساعتين في التتبيله ديت عشان تشرب من الصوص ده. والبساري هنا لا هناخد التتبيله برضك بعد ما تغسل وتنضف تنظيفه حلوه. والله يا حلوه. حاج علاء انت مفكر ومدبر والله في البيت. شايفه يا ام مصطفى؟ ايوه وريني. بسم الله ما شاء الله، الريحه جميله جدا والله يا حاج علاء. لا لسه بس لما ده الريحه في منتهى الجمال والله. معموله بقى ايه، واخده بقى البساريه بقى زاد عليها في التتبيله، زاد عليها الليمون بتاعها. عشان انت لازم البساريه والسمك يعني ياخد ليمون، بيحب الليمون السمك. بسم الله ما شاء الله يا حاج علاء والله. بسم الله ما شاء الله عليك. اوريك اعملها ازاي يا ام مصطفى. طب ورينا بقى كده يا حاج علاء هتعمل ايه. يلا يلا كده ورينا. ان شاء الله تعجبك انت والعيال في الاخر. طيب نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نجيب الصينيه بتاعتنا. هنرص فيها البطاطس طرنشات كده. بسم الله ما شاء الله، الريحه جميله والله يا حاج علاء. طبعا. هو انت حاطط هنا شعره زيت يا حاج علاء؟ واخد البساريه واخده شعره زيت. واخده شعره زيت لان انا شايفه فيه لمعه في الايه، في البساريه. ونرش البطاطس كده طرنشات. واخده بالك. وايه، ونرصها. ولما نرصها بقى هنرجع لكم تاني بقى، الحاج براحته بقى يشتغل براحته، ولما نيجي نحط البساريه هنرجع نوريكم هيبقى شكلها ايه. اهو بصوا رجعنا لكم. هو رص البطاطس خالص. ابتدي بقى بصوا هيحط الايه. شايفين الصوص ده اللي هو عامله؟ لو سمحت حاجه علاء قول الصوص ده تاني. ده الصوص بتاع تتبيله السمك. والبطاطس. البطاطس اخدت منه شويه من البطاطس وتبلتها فيها بفلفل احمر وتوم. اللهم صل على رسول الله وسلم. وكمون وكزبره وملح. وايه الصوص بقى كده زي ما نشوف كده. هناخد الميه ديت مش هنرميها طبعا، مش هرميها دي، لازم ايه. شايفين الصوص؟ شايفين الصوص شكله جميل ازاي؟ والله العظيم الريحه مش عايز اقول لكم. مش كده على البطاطس كده بس. الريحه في منتهى الجمال. طبعا الحاجات دي طبعا يعني النهارده الدنيا يعني بسم الله ما شاء الله يعني حاجه لازم يعني نلم على النعمه، لان الدنيا النهارده الغلا الحمد لله يعني كويسه. فالحاجه لازم ايه، ناخد الصوص بتاعها كده ونسقيه كله كده كده كده. ايوه حاج علاء والله. بسم الله ما شاء الله، الريحه والله العظيم يا جماعه مش عايز اقول لكم خطيره جدا. تعمل ايه بقى؟ نمسك بقى البساريه كده، السمك البساريه. ايوه نمسكه بقى نرصه ايه كده جنب بعض كده. انت بتحب السمك اساسا يا حاج علاء؟ انا مدمن اسماك. بسم الله ما شاء الله عليك. رب العالمين. تقعد تخترع لنا حاجات. حاجات ديت يعني ايه اكل المفضل، يعني لو اكلت كل يوم سمك زي القطط ما ازهقش. بس جميله جدا. الاسماك صحيه ومفيش كوليسترول مفيش دهون الحاجات دي. لا مفيش الكلام ده. وبعدين بقى زي ما تشوف كده مفيش ريحه اي زفره في البساريه. لا ده الريحه والله في منتهى الجمال. لما مسكتها غسلتها ونقعتها في الملح والميه والليمون. وبعد كده نشفتها. وبعد كده حطيت لك دي التتبيله بقى بتاعت الفلفل والثوم، مزود عليهم الزيت. وزي ما قلنا دلوقتي بقى بنرص احنا كده رص عشان البرص شكله كويس كده. العين بتاكل طبعا قبل البق. قبل البق.
صح عليك والله يا حاج انتوا علاء. شايفين كده. والله انا جيت من بره لقيتك بسم الله ما شاء الله قلت بقى يعني. انت يعني كتر خير الدنيا، انت تعبانه شويه فنشيل عنك شويه النهارده في الله المطبخ. يصلح حالك يا حاج علاء والله. نشوف بقى ان شاء الله تعجبك انت والعيال. ان شاء الله يا حاج علاء. نخلص رص ونخلص الصينيه ماشي. ونرجع لكم ماشي هنصبها توريكم بقى ايه شكلها بعد ما تخلص. ماشي يلا ادينا رجعنا لكم. شايفين المنظر بتاع الصينيه؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال، شايفين الجمال، بسم الله ما شاء الله. ودلوقتي هنحط الصوص. دي بقى ايه التتبيله الصوص بتاعت السمك. دي اللي عليها معلقتين زيت. اه ده بقى امم ترشها كده على السمك كده. امم طبعا ده كله بقى يشرب من بعض والبطاطس يشرب من التتبيله. طب هي دلوقتي مش هنزودها ميه تاني او حاجه؟ لا ما هو كده دلوقتي هي هتنزل ميتها بقى وتسيبوا بقى البطاطس. ويا اللهم صل على النبي، هي يعتبر يعني فيها ميه اهي. هندخلها بقى دلوقتي على الفرن البوتاجاز على الرف. انزل الشبكه على البوتاجاز تحت اه ونغطيها بحاجه عشان تغلي وتستوي البطاطس. وبعد كده ايه؟ هي مش هتاخد سوا يا حاج علاء على فكره، لا مش هتاخد. عشان البطاطس متقطعه رقيقه. ان شاء الله تعالى بعد كده هنوريها لكم بقى لما تطلع من الفرن. طب دي هنعمل جنبها رز ايه يا حاج علاء بقى؟ ان شاء الله عايز اعمل جنبها شويه رز بقى كده ابيض وفص توم كده. طيب ده بقى ايه برضه بس نخلصها وبعد كده نخش على جميلة بقى الرز. التوم ده. الرز بالتوم ده بيبقى حلو قوي. ماشي يا حاج علاء. اوريك تعملي ازاي. ماشي هنتعلم منك يا حاج علاء والله. ماشي. دلوقتي هتعمل ايه يا حاج علاء انت كده بقى؟ بقى نجيب ايه معلقتين 3 زيت كده نرشهم كده على الوش. يدوا لمعه في للسمكه الصينية وبيساعدوا برضه في التسويه. طيب زي ما احنا شايفين كده. خدت شويه زيت وملح مش كتير. وهنغطيها بقى ونغطيها بقى. تعرف لي تحت. طيب ادينا بص رجعنا لكم بقى دلوقتي هنعمل شويه رز ابيض. يلا بقى يا حاج علاء. بص بقى دي اول ايه حاجه حطينا ايه؟ هنعمل دلوقتي بقى ايه رز ابيض. ايوه حطينا شويه زيت في الحله همت. ايوه وحطينا ورقتين لورا. ايوه يتحمصوا كده. ايوه وبعد ما يتحمصوا كده نروح نازلين بالرز. ايوه نشمع الرز علي كله شويه مع بس بعضيه. البوتاجاز يا حاج علاء. نروح نشمعين الرز كله مع بعضيه. هنحط رز يتحمص يعني؟ الرز مع اللورا. ايوه واخد بالك. ايوه وبعد عشان هو دي بتدي نكهه حلوه للحاجه يعني بتدي طعم كويس تيست كويس يعني للحاجه يعني. ماشي. واخد بالك. والرز الرز بس بقى يقدح ويتحمص باللورا كده. نروح ننزل بالرز. اجيب لك رز يعني؟ هات الرز ده. حط بقى الرز كده. ايوه يتحمص ويتغلف الرز مع بالزيت. هو السمك بحب الرز الابيض اساسا. واخد بالك. يتحمص كده الرز بتاعنا كويس نشوقه كده بالزيت مع اللورا مع الحاجه. نحمصها كده تحميصه كده ايه. نغلف كل حبات رز بالايه؟ بالزيت. واخد بالك. ايوه مش قد النار. وبعد كده ما يتحمص شويه كده تغلف. نروح ننزل بقى بالميه. الميه تكون سخنه بتغلي عليه بالثوم. ماشي. خلصنا الرز كده وغلفناه بالزيت. نبتدي بقى نحط له ميه سخنه بتكون بتغلي. عشان دي سبب لعوامل نجاح الرز. ان في بعض الناس بتحط ميه ساقعه من الحنفيه كده على طول. ايوه فدي بتبقى مش كويسه. ماشي. هنجيب الميه السخنه اللي غليناها ماشي كده. ونحط بقى ميه سخنه كده زي ما انتم شايفين كده. بتغلي. هتحط ايه تاني يا حاج علاء؟ بعد كده نحط التوم بتاعنا. ادي التوم اهو. وعلى شويه ميه يا حاج علاء انت ممكن نزوده؟ ماشي شويه ميه صغننه كده. بس ماشي. نقلب كده التومه في الرز. نحط بقى توابل ولا حاجه؟ نحط بقى شويه ملح نملح الاكل بتاعنا بقى. وكمون. وسنه كمون بقى كده. طب يلا كده. وايه اوريكي بقى دلوقتي في الاخر ده الحاجه ديت ايه. ماشي. ادي الملح اهو. في حاجه على كده. نحط بقى معلقه كمون. كمون مع السمك بقى بيحب كل حاجه. نعمل شويه رز كده برضك بالتوب والكمون كده. بنقلب بقى كده. ماشي. اول ما يغلي نحط عليه بقى. هنغطي عليه بقى ولما يغلي نروح موطينا عليه. ماشي يا حاج علاء. ولما يطلع اوريك بقى واغرف لك انت والعيال كده وتدوقي لي تقولي لي رايك ايه كده. ماشي يا حاج. بس قولي بامانه بقى يعني مش تجمع عشان ايه. لا والله انت عارف. هاتي بقى الغطا بتاع الحله. ماشي. وغطي عليه يلا ولما يغلي
دلوقتي الصينية طلعت من الفرن، شايفين شكلها، شايفين منظرها جميل ازاي. وعملنا الرز الابيض، هاتي يا حاجة هنا الرز، شايفين الرز بتاعنا اهو، شايفين الرز عايزك بتاعنا. بقى تدوقي بس الاول تقولي بامانه اه ايه رايك في البطاطس طب ماشي، طلع والسمك لنا دوت؟ بقى. خدي طلعي دوقي كده وجربي كده. طيب كده وهنحط جنبهم بردك عود الجرجير كده يا سلام، انت كويس. مدلع الدنيا خالص يا عجعلان، واخد بالك؟ انت مدلع الدنيا ودوت بقى خالص. اللي يحب الشطه الحاميه زي حالتي كده نحط شطه كده اي حاميه عشان ما يحرموش من حاجه. عايزك بس تقولي بامان الله وكيلك. لا ده انا هقول واقول يا عجعلان اهو، عشان لازم نبقى عندنا مصداقية هاتي في واحدة القناة. بصل. حتى حبيبة جت بسم الله ما شاء الله، قالت انا عايزة ادوقها على طول. شايفين الله وكيل، طعمها جميل والله يا حاج علاء. لا والسمك وال- كمان ايه بقى؟ والبسارية بقى مش عايز اقول لك، هدوقها برضو. الله الرز بالتومه دي جميله. جميلة والله العظيم. عود جرجير بقى مع كده مع يا انت بتحب انت الايه؟ السمك لازم جرجير جنبيه منه. بس الطعم والشطه الحامي اللي بيحب يحمي شطه. بس طعم البسارية جميل جدا والله يا حاج علاء. وبقى الفرق شوف عليك انتوا والعيال. جميل جدا. الفرق شوف على صدركم انتوا والعيال. لما حبيبها جت خدت على طول والله يا حاج علاء. يا ادينا ايه بقى؟ الاكل على الله، الاكله دي تعجبكم اللي عملها لنا الحاج علاء. احنا بقى ايه دلوقتي؟ هنبدا سلسله جديده انا والحاج، هنسميها كده انا والحاج. ان شاء الله هيبقى انا وهو في حاجات، وعلى الله تعجبكم. واتمنى منكم اللايك. لايك والشير ايوه والمشاركه عشان القناه تدعموها وتكبر بيكم. شكرا. مع